الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، النهاردة معنا شخصية جديدة، شخصية محبوبة من الجميع، شخصية لها تاريخ بين الناس ومعروفة، ودايما بنلاقي منها كل الخير وكل الابتسامة لما بنروح نقابله أو نتكلم معاه، بنلاقي حاجة جميلة. معنا ومعكم الباشمهندس هشام قشطة. أهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. رمضان كريم. الله اكبر. دايما في البداية لما بنسأل الضيف دايما بنحب نعرفه للسادة المشاهدين من هو الباشمهندس هشام قشطة. اتفضل. والله انا بدايه كل سنه وانتم طيبين. انا مش مهندس، انا محاسب. بدايه انا خريج تجاره 90. بس دي في البدايه يعني. طيب حضرتك يعني عايزين نعرف حضرتك يا سيادة المحاسب اتولدت فين؟ المكان اللي حضرتك نشأت فيه؟ والله انا جذوري في الجماليه، يعني والدي من الجماليه ووالدتي من المنصوره. انا يعني بدايه حياتي كانت في الجماليه، في الشارع العالي، في مكان العيله هناك قشطه، لغايه سنه 6 ابتدائي، لغايه سنه اولى ابتدائي وانا عندي 6 سنين. بعد كده انتقلت المنصوره، قعدنا لغايه تانية اعدادي. طيب سيادة المحاسب، عايزين نسأل حضرتك يعني في البداية طبعا كنت أكيد بتحفظ القرآن الكريم وما زلت، عايزين نعرف الشيخ اللي حضرتك اتعلمت على ايده القرآن الكريم كان اسمه ايه، وكان بيعلمك ازاي حفظ القرآن الكريم؟ والله كانت فرصة طيبة جدا وجودي في الجمالية في الفترة اللي هي الطفولة لغاية أولى ابتدائي. كنت عند الشيخ محمد العيسى رحمة الله عليه. كنا بنروح المكتب، يعني كان تقريبا القرآن كان حاجة أساسية في الأيام دي. يعني كان عنصر أساسي إن احنا نروح الكتاب ونجيب اللوح والكراسة. بيحفظك ازاي؟ يعني طريقة تحفيظه؟ والله عن طريق اللوح ونقراه يعني كان بيديلك ايتين مثلا وتاني يوم بتسمعهم؟ ونسمعهم على طول، ونجيب الكراسة نكتبهم تاني بالكوبيا يعني على ما افتكر يعني. المسافة اللي كنت بتاخدها من البيت لحد الكتاب كانت مسافة قد ايه؟ ما فيش، حوالي يعني 50 متر كتير. بيت حضرتك كان في حي ايه في الجمالية؟ النشأة اللي هو بيت العيلة، بيت عيلة قشطة الأولاني اللي هو في الشارع العالي، شارع العالي. الشارع. بعد كده انتقلنا المنصورة بقى. طيب عايزين نسأل حضرتك بعد انتهاء طبعا مرحلة الكتاب ومرحلة الصغر بلعبها وكل حاجة، حضرتك رحت المدرسة الابتدائية، كان اسمها ايه المدرسة الابتدائية ومكانها فين؟ المدرسة المؤسسة. المؤسسة. طيب هل تتذكر بعض اسماء المدرسين اللي كانوا على حضرتك في المدرسة الابتدائية؟ والله المدرسة المؤسسة كان الأستاذ يوسف جاب الله على ما أتذكر، طبعا من عمر. هل تتذكر بعض الاسماء اللي يعني تلامذة او زمايلك في المدرسة الابتدائية ما زالوا الى الان عالقين بذهن حضرتك؟ في الابتدائية هنا في الجمالية كانت أستاذة سحر سعد قشطة بنت عمي، كانت اللي هي المديرة دلوقتي، مديرة الإعدادية. كانت زميلتي في ابتدائي، يعني هي الفترة اللي هي أولى ابتدائي ما قضتش هنا كتير في ابتدائي في الجمالية. المادة اللي استهوت حضرتك في الابتدائي كانت مادة ايه؟ يعني اكيد كان في حساب، كان في عربي، كان في دراسات اجتماعية، كان في دين، ايه المادة اللي حضرتك كنت بتحبها في الابتدائي؟ والله كان اللغة العربية واللغة العربية والعلوم كانوا هم تقريبا، يعني بالإضافة للقرآن والدين. أكيد كان لحضرتك بعض النشاطات سواء ثقافية أو اجتماعية أو رياضية في المرحلة الابتدائية، يعني كنت بتحب تعمل إيه؟ ترسم؟ تحب تلعب كرة قدم؟ لا تحب إيه اللي كنت بتحبه في المرحلة الابتدائية؟ لا يعني كان بيستهوينا صيادة السمك، يعني كان في الأيام دي كان الجمالية بالنسبة لي إن إحنا نطلع نصطاد سمك في البحر كبير، في مش عارف إيه كده يعني. نأجر عجل. دي كانت الفترة اللي هي بتاعت 6 سنين. بالنسبة لصيادة السمك طبعا، وطبعا مدينة الجمالية تقع على بحيرة المنزلة، حضرتك كنت بتجهز ازاي لصيادة السمك؟ يعني كنت بتعمل ايه؟ بتجيب السنارة ازاي؟ بتشتري ايه؟ بتعمل ايه؟ احكي لنا عن التفاصيل دي. كان زمان العملية بدائية شوية. يعني كان الغابة
بنجيبها من اي مكان في الارض عندنا ولا كده وننضفها ونركب الخيط والسناره. ما كانش التكنولوجيا اللي موجوده حاليا. ما كانش بقى في مكن والحاجات دي. كان مكان الصيد فين؟ بتروح تصطاد فين؟ يعني ايه المكان اللي كنت بتحب تروح تصطاد فيه سمك؟ والله كان عندنا في عزبة قشطة الترع اللي هناك والمصارف اللي حوالين الرز والحاجات اللي زي دي. كنت لما اروح مع والدي كنت اقعد مثلا كده ونفرح قوي كانت هوايه جميله. طبعا. طيب بعد كده طلعت المرحله الاعداديه، اسم المدرسه الاعداديه كان ايه؟ الاعداديه كنت في المنصوره، يعني احنا قعدنا في المنصوره بقى بعد كده الخمس سنين اللي بعد 7 سنين. قعدنا 7 سنين هناك. لنا بيت في المنصوره اصلا، يعني لان والدتي اساسا من هناك ووالدي اشترى بيت هناك. وكنا مقيمين، هو كان مهندس زراعي هناك في البساتين، في معهد البساتين في شارع جهان. وقعدنا هناك لغايه تانية اعدادي في المدرسه الاميريه المنصوره الاعداديه الاميريه. ذكرياتك ايه يا استاذ هشام في المنصوره؟ هل تتذكر بعض الذكريات هناك وحضرتك قاعد هناك، الاماكن، الناس؟ طبعا. يعني هي المنصوره اغلب اخوالي كلهم هناك وخالاتي شامله يعني هي. طيب يا استاذ هشام، ممكن تحكي لنا عن ذكرياتك في مدينه المنصوره؟ يعني الفتره اللي حضرتك قعدتها هناك كانت عامله ازاي؟ الاماكن اللي كنت بتروحها، علاقتك بالناس هناك كانت عامله ايه؟ والله احنا كنا في الفتره دي ساكنين في مساكن الشناوي عند مصر الطيران، البيت بتاعنا هناك. وكان والدتي بيت ننتي في الشيخ حسنيه، وبيت خالاتي في الحسنيه. فانا كنت متجول في المنطقه دي من الشيخ حسنين للحسنيه للاتوبيس الجديد اللي هو الوقت الاتوبيس القديم اللي هو الوقت الجديد. فدي كانت المنطقه اللي كنا بنقيم فيها في الفتره دي. فتقريبا المنصوره كلها حافظها يعني. مدينه جميله يا استاذ طبعا. مدينه جميله وجاذبه. طبعا. فيها مصالح حكوميه كتيره بتفيد طبعا الناس يعني. والله ده زمان. في الوقت الحالي طبعا لا تطاق المشي فيها بعربيه ولا زحمه شويه. طبعا يزدحم. طيب عايزين يعني في المرحله الاعداديه هل كان في نشاطات لحضرتك يعني؟ المرحله الاعداديه كان المسرح. يعني كنت بتلعب كره قدم؟ لا. كنت ايه الهوايه اللي كانت عند حضرتك؟ كره القدم كانت يعني بالنسبه لي كانت هوايه، يعني مش اساسيه. لا مش قويه قوي. يعني كان مثلا التمثيل المسرحي كده في المدارس كانوا بيهتموا في المنصوره بالموضوع ده. يعني مثلا في المسرح. يعني حضرتك كنت مشترك في فريق تمثيل المدرسه؟ التمثيل المدرسي. طيب بعد كده، بعد المرحله الاعداديه وبعد مرحله المنصوره، حضرتك اكيد رجعت تاني مدينه الجماليه. ايه وجه الاختلاف بين مدينه المنصوره والجماليه لما رجعت؟ لقيت ايه الاختلاف؟ والله الجماليه فيها احتضان شويه، يعني كنا بنبقى قريبين من بعض كاصدقاء كزمايل، بعكس المنصوره. طبعا دي مدينه كبيره ومفيش فيها عائلات انت عارفها اصلا. يعني كانت نادره شويه. يعني كنت بتحس بوجودك في مدينه الجماليه طبعا، نظرا لوجود اقاربك واصدقائك، بتمشي في الشارع تقابل الناس. هناك كنت معزول الى حد ما. شويه بحكم السن طبعا، لسه صغيرين وكده. هل تتذكر بعض اسماء المدرسين اللي كانوا على حضرتك في المدرسه الثانويه هنا في الجماليه؟ الاعداديه. الاعداديه؟ احنا لسه ما وصلناش ثانوي. الاعداديه انا اول ما جيت كان الاستاذ محمود فياض، كان الاستاذ الاستاذ محمود فياض. ايوه انا ما اتذكر. هل تتذكر بعض اسماء الزملاء، يعني زمايلك؟ طبعا. ممكن تذكر لنا اسم منهم؟ هم زملاء لسه. وذكرياتك معاهم ايه؟ كان اول ما جيت كان عادل حليم عبد اللطيف، العميد عادل حليم عبد اللطيف كان زميل. الاستاذ شريف عبد الحميد البيلي، العميد موفق الدواخلي، الاستاذ رائد الدواخلي، العميد هشام النحاس.
كنا كلنا تقريبا. ذكرياتك معاهم كانت ايه؟ عباره عن ايه يعني؟ لا اصدقاء ما شاء الله كويس الى الان الى يا استاذ الان. هشام؟ طبعا الى الان. طيب عايزين نتذكر اول يوم حضرتك رحت فيه المدرسه الثانويه، وكان اسمها ايه ومكانها فين؟ الثانويه مشتركه، الثانويه بتاعتنا مكانها فين يعني؟ مكانها على الطريق اللي هي الثانويه بنات حاليا، او طريق المنصور. الشهيد مش عارف محمد خالد او حاجه. هي دي الثانويه اللي كانت مشتركه، كانت بنين وبنات. بنين وبنات. كان الاستاذ عبد الرحمن الجزار، الحاج عبد الرحمن الجزار رحمه الله عليه كان هو المدير، الحاج رفعت الجزار بارك الله فيه، الاستاذ سعيد عطا الله، كانوا هم دول الاعمال. تتذكر بعض الزملاء من المدرسه الثانويه؟ زملاء، ما هي نفس الزملاء بتوع الاعداديه. انتقلوا معاك؟ انتقلوا معايا. ذكرياتك ايه في المرحله الثانويه؟ يعني هواياتك، كنت بتذاكر ازاي؟ امورك طبعا المرحله الثانويه لها شأن مختلف ولها اهتمام عند الاباء والامهات طبعا. فاحنا عايزين نعرف اهتماماتك كانت ازاي، واصدقائك، حياتك كانت ماشيه ازاي، علشان خاطر برضو الطلبه يعرفوا حضرتك كنت ماشي ازاي في الثانوي. المرحله الثانويه انا كنت في ثالثه ثانوي شعب رياضيات. كنت انا وكابتن عادل وكابتن موفق والاستاذ شريف البيالي والاستاذ وائل الدراقي. كنا شعبة رياضيات، كنا عددنا صغير يعني ما كناش كتير، وكنا بناخد الدرس الرياضيات. كان الرياضيات كانت من 160 درجة، كان رقم كبير بالنسبة لشعبة علمي. كنا عند الاستاذ محمد عرفات في ثالثه ثانوي شعبة. طريقتك في المذاكرة كانت ازاي في الثانوي؟ يعني كنت بتعمل ايه؟ بتحصل العلم ازاي؟ والله كان يعني طبعا كل واحد بقى له طريقة في المذاكرة، اكيد حضرتك لك طريقة. احنا كنا بنتسابق مع بعض كاصدقاء او زمايل، يعني مثلا نحل حاجات كده في الدرس ونروح البيت نقابل بعض تاني، انت عملت دي ازاي بالطريقه ايه؟ ده بالبرهان ايه؟ طب عملتها بأنهي دخل؟ يعني كان في تسابق في عمليه كان في لغه حوار جامده قوي في الثانويه، ما بشوفهاش في اولادنا حاليا او في الشباب اللي موجود. بعد انتهاء مرحله الثانويه حضرتك جالك كشف الرغبات، وحضرتك كشف الرغبات كان ايه؟ يعني كان عباره عن ايه؟ اخترت ايه؟ ولا هل دخلت الكليه اللي بتحبها؟ لا والله يعني بناء على المجموع؟ طبعا الثانويه العامه كانت ايام زمان كان ال 60% رقم. انا كنت جايب 71 وحوالي 72%، 72% دول ما لحقتش كليه تجاره، فرحت انتقلت لاسكندريه. والدي قدم لي في جامعه بيروت العربيه، خدت سنه اولى في اسكندريه، قعدت فيها السنه دي، ونقلت بعد كده جامعه الزقازيق سنه ثانيه. عايزين نقف عند الاسكندريه، طالما حضرتك ذكرت مدينه الاسكندريه، اكيد مدينه جميله. دخولك لمدينه اسكندريه كان عامل ازاي، ونظرتك لها، وعشت فيها ازاي، وذكرياتك معاها ايه في السنه اللي حضرتك قعدت فيها؟ تمام كويس. اسكندريه انا كنت عندي 17 سنه، يعني بالظبط سنه، يعني الامتحان كان 27/5/2000 و 1986 ثانويه سنه 86. اما رحت اسكندريه كانت حياه مختلفه خالص، غير اللي انا بشوف، غير المنصوره، غير الجماليه، بخلاف كل الكلام ده خالص. شفتها ازاي؟ يعني شفتها ازاي مدينه اسكندريه من وجهه نظرك، وقارنت ما بينها وما بين المنصوره وما بين الجماليه؟ هل هناك اختلاف في المباني، في الاماكن، طبعا في الناس، طبعا في كل شيء؟ طبعا اسكندريه بلد عظيمه، مش بسيطه، خصوصا ان احنا كنا في سن صغير وكانت مبهره. يعني بيقولوا ان اسكندريه لها روايح، يعني اول ما تدخلها كده تحس بروايح جميله وبراحه نفسيه رهيبه، وخصوصا ان احنا كنا معتمدين على نفسنا. 17 سنه دي يعني لسه شباب صغير. نأجر نفسنا هناك ونتعامل مع صاحب سكن ومنطقه معينه لهم تقاليد غيرنا خالص. الاكل كنت بتعمل فيه؟ هل كنت بتطبخ ولا بتجيبه جاهز؟ والله مرحله الاكل دي بقى يعني دايما الطالب لما بيروح مكان غريب موضوع الاكل ده بيبقى موضوع ازمه شويه، خاصه في البدايه. هي في البدايه طبعا كنا بناكل بره، بس كانت طبعا يعني كانت الاسعار هناك مثلا، يعني في وجبات 2 جنيه ونص محترم. يعني 2 جنيه ونص دي كان طاجن لحمه ضاني بلسان العصفور بتاع، يعني على يعني الاكل كان متوفر في البدايه. وجبه سمك برضه ب 3 جنيه. هل حضرتك جربت تطبخ بعد كده؟ يعني ما هو الجوع يوصلك ان انت تطبخ.
فتعلمت الطبخ. يعني انا مثلا كان والدتي وهي بتطبخ كنت ابص عليها بتعمل ايه، بتحط ايه تتعلم. على ايه، وما اسالهاش. اروح هناك اعيد الذاكره تاني وابدا احط ده على ده عشان يبقى كده، فطلع كويس يعني. تمام، كلها تجارب طبعا يا استاذ هشام. طبعا. بعد كده لما انتقلت للزقازيق احكي لنا عن مرحله الزقازيق. لا، مرحله الزقازيق بقى كنا نضجنا يعني كبرنا. وبدأنا نأجر بسهولة ونتعامل في جامعة الزقازيق عادي كناس كبار. الطبيخ ده بقى بالنسبة لنا سهل، يعني الموضوع سهل، ما عادش بقى يعني خدنا التجربة في اسكندرية فخلاص. فعشنا في الزقازيق يعني صراحة أيام جميلة، وناس الزقازيق ناس كويسة أصلا، يعني شباب متحضر جدا، عكس الزقازيق مدينة قاهرية ملهاش علاقة بالشرقية. يعني على اختلاف من الناس، متحضره يعني جدا جدا جدا. وفيها مناطق عاليه. هل تتذكر بعض اسماء الدكاتره اللي درسوا لحضرتك في المرحله الجامعيه؟ طبعا. كنت انا خريج، انا تجاره شعبه اقتصاد وعلوم سياسيه مش محاسبه. فكان من الفروع النادره شويه، او من الاقسام النادره شويه. احنا كنا حوالي 13 واحد في القسم، فكنا بناخد المحاضرات في مكتب الدكتور مش في المدرج. يعني المدرج فيه بقيه المواد اللي هي مشتركه. لكن كان الدكتور محمود ابو العيون، كان هو استاذ الاقتصاد بتاعنا. الدكتور سلطان ابو علي وزير الاقتصاد السابق، كان رئيس البنك المركزي الدكتور محمود ابو العيون في الايام دي. المادة ايه اللي كنت بتحبها في الكلية بتاعت حضرتك وكانت بتستهويك والله ودايما بتمسك الكتاب بتاعها وتذاكر فيه؟ المالية العامة كانت شيقة جدا. المواد المحاسبية طبعا، كل التجارة كلها كلية شيقة، يعني اسمها كلية الحياة. عايزين نسألك عن آخر يوم ليك في الكلية، كان شعورك ايه بعد ما خلصت يعني تعليم طبعا ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعه؟ شعورك كان ايه وفكرت في ايه في تلك اللحظه؟ والله انا عمري ما فكرت في تعيين، يعني كان اخر حاجه افكر فيها ان انا اشتغل مثلا محاسب في بنك او في ضرايب او في زي ما زمايلي كلهم مثلا شغالين دلوقتي في اعلى المناصب فيها. ما فكرتش ان انا اكون مرؤوس، يعني هي دي بس طيب بدايتك كانت ازاي بعد الكليه؟ يعني هل فكرت تبني اسره ولا فكرت في الوظيفه ولا فكرت تشتغل شغل حر؟ احكي لنا ذكرياتك كانت ايه في المرحله دي؟ لا، هو كان بيستهوني الشغل الحر في مجال الملابس الجاهزه، كانت بدايتي اساسا. وانا في الزقازيق عرفت مجالات في الملابس الجاهزه وناس اصحاب محلات تجار كبار، فبدات اعمل لهم شغل في مصانع وابيع لهم شغل بنطلونات وحاجات زي كده. فعجبهم صراحه الموضوع، وبقيت يعني اثناء الدراسه، يعني كانت هوايه بالنسبه لي لغايه ما رجعت الجماليه وفتحت محل فعلا للملابس الجاهزه. كان من اكبر المحلات في الجماليه سنه 90، اسمه كينج الملابس الجاهزه. يمكن اغلب الناس كلها الاجيال طبعا يعني ده. طيب يا استاذ هشام، عايزين نسال حضرتك يعني بعد انتهاء مرحله الكليه وبعد انتهاء مرحله يعني بدايه العمل الحر اللي حضرتك فكرت فيه، التحقت بوظيفه ايه وكنت بتعمل ايه؟ واحكي لنا عن ذكرياتك في البدايه. والله انا التحقت بعد الكليه مدرس في مدرسه الاعداديه بنين، مدرس رياضيات لمده سنتين تقريبا. تعاقد، وطبعا كانت يعني المرتب مش في دماغي، كان المرتب ايامها باين 130 جنيه. كانت وظيفه يعني انت دخلت فيها على سبيل التجربه وتشوف نفسك الاول هتعمل ايه. ايوه طبعا. كان في الفتره دي كنت اتجوزت تقريبا. عايزين نتكلم عن يعني وظيفه المدرس كانت بالنسبه لك عامله ازاي؟ وقوفك قدام الطلبه وشرحك وزمايلك، احكي لنا عن هذه الفتره. كنت شديد، يعني انا في الوقت الحالي بستغرب انا كنت شديد ليه؟ يعني شديد مع كنت جد يعني مش جد شويه يعني يعني جد شويه يعني كنت بتحب العمل والامور تمشي مظبوطه. كنت اتمنى ان يكون الاولاد زي ما احنا اتعلمنا. يعني كانت الفتره اللي هم كانوا يعني كنت بتتعامل بمثاليه يا استاذ هشام؟ طبعا يعني كنت عايزهم يفهموا. كنت يعني بتحضر في المواعيد وبتمشي في المواعيد؟ ايوه طبعا طبعا التزام من 7 الصبح او من 8 الصبح لغايه الساعه 12 او 1 كده يعني. طيب بعد كده التحقت بوظيفه ايه؟ ايه الوظيفه اللي بعد كده اللي حضرتك التحقت بيها؟ بعد كده جالي مسابقه في المنصوره
محاسب في شركه بويات. اه اشتغلت محاسب في شركه بويات حوالي 4 سنوات. كانت مكانها فين الشركه دي؟ الشركه دي في شارع الترعه عند مستشفى الصدر. احكي لنا عن ذكرياتك فيها، وكنت بتروح الشركه ازاي؟ هل كنت بتسافر ولا مقيم جنب الشركه؟ احكي لنا ذكرياتك مع هذه الشركه. لا انا كنت بسافر، بس انا كنت جبت لنفسي عربيه في التوقيت ده. لان كنت في التوقيت ده خلاص بقى مجال الملابس خد وقته، البلد اتملت. فقلت خلاص هو ده التوقيت بقى ان بتغير الاتجاه يعني. قعدت حوالي 4-5 سنين في مجال الملابس، الحمد لله بنجاح يعني. بس قلت كفايه بقى يعني، ابدا اشوف حاجات تانية، لان ما عادش مكان بقى للملابس في الجماليه بالدرجه دي. الوظيفه النهائيه اللي حضرتك استقريت فيها احكي لنا عنها. كنت مدير منطقه في شركه ميدو البويات والصناعات الكيماويه. وصلت لغايه مدير منطقه في التوزيع والحسابات في الشركه. بعد كده التحقت بوظيفه ايه؟ ايه الوظيفه التاليه لحضرتك يا استاذ شهاب؟ اشتغلت في مجال الاجهزه الكهربائيه سنه 2009. جبنا توكيلات انا والاستاذ محمد حمام عيسى، صديق واخ. اشتغلنا بنجاح لمده 3 سنوات او 4 سنوات، وبعد كده كبرت النشاط فتحت محل تاني بتوكيل معتمد فيه. هل هناك اختلاف ما بين المرحله السابقه وما بين مرحله العمل في الادوات الكهربائيه مع الاستاذ محمد حمام؟ طبعا هي اكبر، يعني هو مجال اكبر بتعامل اعلى. طبعا. شفت ايه في هذا العمل؟ يعني ايه اللي حضرتك شفت فيه؟ هل هناك تطورات يعني تجارب؟ احكي لنا عن هذا العمل وتاثيره بالنسبه لحضرتك. والله المجال ده يا استاذ محمد درسنا فيه سلوكيات البشر. التعامل يعني بتتعامل مع ناس كتير طبعا. طبعا. اختلاف عقليات. اختلاف عقليات. احنا كنا بنقرا اللي في دماغهم قبل ما بيتكلموا. صحيح. يعني لانه هو مجال فيه بعض الصراحه وبعض الكذب موجودين الاثنين. فالكذب سبحان الله. اكيد انت كنت صريح دايما والله وبتذكر مميزات الشيء اللي كنت بتبيعه اكيد طبعا. طبعا ما كناش بنحب نحرج حد. يعني ابقى عارف ان الزبون ده جاي لي لهدف معين، ان هو يضرنا. يعني جاي عايز ياخد حاجه سبحان الله. انت بتصبر على الناس طبعا. طبعا. تتعامل معاهم بحسن، بحيث ان انا ما احرجوش لشخصيته لسنه تمام. الوظيفه الحكوميه اللي حضرتك اشتغلت فيها اخيرا واستقريت فيها كانت وظيفه ايه؟ لا حكوميه لا. ما اشتغلتش حكوميه؟ ما انا قلت لحضرتك انا كنت رافض الشغل الحكومي اساسا. يعني كنت حابب ان انت تشتغل شغل حر. شغل حر. تمام. احكي لنا طبعا، احنا عايزين نتطرق للاسره والزوجه. حضرتك يعني اتعرفت على زوجتك ازاي؟ واول لقاء لك معاها كان ازاي؟ والامور مشت ازاي في البدايه عشان تتعلق بالانسانه اللي حضرتك اتجوزتها؟ احكي لنا عن هذه التفاصيل. والله ما كانش في سابق معرفه اساسا، يعني هي جت بمحض الصدفه من اول ما شفتها فين اول يوم شفتها والمكان اللي شفتها فيه؟ والله انا يعني كان عندي محل الملابس، وبعدين لمحتها من ضمن البنات اللي كانوا في ثالثه ثانوي ماشيين. بس تتبعت بقى البيت بتاعهم ووصلت لاخوها وكلمته، الحمد لله تمت الموافقه. الكلام ده كان سنه كام يا استاذ؟ 96 بدايه الزواج. ايوه 96. طيب ممكن حضرتك تحكي لنا عن الاسره الكريمه، يعني اولادك ومراحلهم التعليميه وسنهم؟ والله انا عندي 3 ابناء. ريهام الكبيره متجوزه وعايشه في السعوديه، مهندسه ديكور، خريجه كليه فنون تطبيقيه في القاهره، متجوزه بقالها 2 سنين ونص. واحمد محاسب برضه خريج بكالوريوس تجاره وفاتح مركز واتش لنانو السيارات والفينش. وماهر ابني الصغير هو اللي في ثالثه ثانوي. ربنا يبارك لك فيهم، اكيد ذريه جميله وصالحه نتيجه عملك وجهدك. شخصيه مكافحه يا استاذ هشام من البدايه الى الان. حضرتك بتحكي رحله كفاح ما شاء الله يا استاذ هشام. طيب يعني اكيد الاستاذ هشام مر بحياته الكثير من المواقف، هناك موقف مؤثر وهناك موقف جميل للاستاذ هشام. احكي لنا عن الموقف المؤثر
اولا، ثم الموقف الجميل اللي دايما بتتذكرهم وانت قاعد كده مع نفسك. الموقف المؤثر، والله مواقف كتير يا استاذ محمد. يعني هو في مواقف بتبان فيها قدرة الله سبحانه وتعالى. زي مثلا انا رايح في يوم دمياط الجديدة. انا ساكن في دمياط الجديدة اصلا، عندي هناك مكان يعني اقامة. وبعدين قعدت حوالي 10 سنين او 7 سنين اروح دمياط الجديدة بالعربية يوم او كل يوم. فجه نسيت المدخل بتاع دمياط الجديدة بعد 7 سنين، وراح من قدامي ولا كأني شفته اساسا. وصلت لغايه بوابه جمصه واكتشفت ان انا ما جاش قدام نظري دمياط الجديده خالص، ودي كانت من اغرب الحاجات يعني. رجعت لقيت في حادثه في نفس المكان اللي انا كنت هدخل منه دمياط الجديده، وسبحان الله ربنا عماني عن مكان دمياط الجديده اصلا في الوقت ده. فقلت سبحان الله يعني زي ما بتقول رساله من ربنا ان يبعدك عن الشر. ده احنا مسيرين فعلا. طبعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني ناخد من هذا المثال ان هو دايما بيريد لعبده الاصلح، ودايما ربنا بينجينا ونعم بالله وبيودينا في الطريق الصح دايما. ده اكيد طبعا. طب الموقف الجميل اللي مر بحياتك، اكيد هناك الكثير من المواقف، احكي لنا عن موقف واحد جميل انت بتتذكره او طرفه او اي حاجه في حياه حضرتك. والله المواقف يعني سواء نجاح، سواء زواج، سواء موقف طريف حصل مع حضرتك في مصيف، حصل مع حضرتك في سفر، احكي لنا. طبعا اكيد هناك العديد من المواقف عند الاستاذ هشام. والله يعني يوم زواجي يعني هو طبعا دي من احسن الحاجات اللي انا بتذكرها ومبسوط فيها، مبسوط منها يعني لغايه دلوقتي. كان احساسك ايه لما حضرتك جالك الموافقه بالزواج من زوجك؟ طبعا سعيد جدا طبعا. يعني كنت سعيد؟ طبعا. احكي لنا عن مميزات الزوجه، والزوجه طبعا تعتبر سند في الحياه. طبعا. دورها ايه مع حضرتك؟ ونعم، هي كل حاجه في حياتي الصراحه يعني الزوجه فعلا سند. ست ونعم. يعني زي ما بيقولوا وراء كل عظيم امراه يا استاذ هشام. طبعا. طيب عايزين نتكلم عن الام ودور الام في حياه الاستاذ هشام. لا، انا والدتي ست عظيمه. يعني والدتي اساسا من المنصوره، وكان تعيينها كان في الجماليه سنه 67 او 66، قبل تاريخ ميلادي طبعا بسنتين يعني. وبعد كده والدي شافها هنا وهي كانت شغاله في مدير التمريض في بدايه تعيينها هنا في مستشفى الجماليه اللي هي كان اسمها المركز الاجتماعي زمان. وبعدين والدي اتعرف عليها هنا وراح طلبها من اهلها في المنصوره واتجوزوا. ذكرياتك معها ايه في الطفوله؟ كانت بتعمل معاك ايه؟ يعني انا طبعا تجهيزها للشنطه وانت رايح المدرسه، احكي لنا بعض التفاصيل. طبعا هو كانت المسافه بين المنصوره والجماليه في التوقيت ده كنت انا معاها على طول. يعني في التوقيت ده وانا صغير الشغل كان في المركز الاجتماعي. يعني على ما افتكر الذكريات دي، المنطقه دي انا عشت فيها كتير قوي وحافظ كل حاجه فيها تقريبا يعني بجمالها. ايام طبعا مكان الكوبري بتاع الجماليه ده مش معمول، كانت عباره عن امطاره كده بنعدي في شارع الترعه ده كانت ميه. الذكريات في دماغي من ايامها صراحه. ذكريات جميله طبعا. الجماليه ما كانش شكلها كده خالص. زي ما سالنا عن دور الام في حياتك، عايزين دور الاب كان بيعمل ايه مع حضرتك من البدايه؟ طبعا الاب زي ما بيقولوا هو الانسان الوحيد اللي بيبقى عايز ابنه يبقى احسن منه. والله الوالد رحمه الله عليه كان اعظم الناس وذكراه طيبه جدا بين الناس. والدي كان مهندس زراعي في محطه البحوث، كان مدير محطه البحوث الزراعيه قبل الوفاه. وكان ما شاء الله يعني راجل يعني ما فيش عنده حاجه بتفوت. يعني كان حريص على تعليمنا الجميع انا واخواتي بالكامل. يعني احنا 5 اولاد تقريبا، كلنا تقريبا تعليم عالي. في عندنا مثلا اصغر مني. يعني نقدر نقول يا استاذ هشام كان انسان مكافح في حياته. طبعا. وكان حريص على اولاده طبعا. وخاصه في الناحيه التعليميه طبعا اتعلمت منه كتير. عايزين نسال حضرتك، يعني بما ان حضرتك مريت بمراحل تعليميه كتيره، اهميه العلم
في حياه الانسان؟ لا مهم جدا، يعني العلم مهم جدا، سواء جدا في بجانب الحياه العمليه مش كلام يعني. يعني طيب يا استاذ هشام، عايزين يعني بمناسبه الايام الكريمه، شهر رمضان الكريم وايام يعني ربنا يعودها علينا وعلى اسرتك الكريمه بالخير، كنت بتستقبل شهر رمضان ازاي في الصغر؟ يعني شهر رمضان في الصغر كان عامل ازاي؟ بتستقبله ازاي؟ بالزينه، بالفانوس، احكي لنا عن الذكريات الجميله دي. والله طبعا شهر رمضان في ايام الطفوله كان له طعم تاني مختلف طبعا عن الايام دي، حتى بين اولادنا اللي موجودين حاليا او الشباب الصغير مفيش يعني كان له نقعد. كنت بتعمل ايه وانت صغير؟ يعني كنت بتعلق شراشيب؟ طبعا لنا عن الذكريات طبعا بنجيب النشا والدقيق ونلزق ما كانش في حاجات جاهزه. فكانت دي طبعا بتاخد مننا قبل رمضان. اول واحد كان بيجيب لحضرتك الفانوس كان مين؟ هو طبعا والدي كان بيجيب لنا احنا الخمسه، احنا كنا خمس كل واحد فانوس. كان شكله ايه الفانوس؟ هل يختلف عن زمان عن دلوقتي؟ كتير. كان فانوس له شكل تاني وطعم تاني. فانوس الازاز اللي واخد شكل الفوشيا. كان عباره عن مصباح كهربائي ولا شمعه؟ شمعه الكهرباء دي طلعت بقى بعد كده. لما كبرنا بقى يعني. ذكرياتك ايه مع المسحراتي؟ هل حضرت المسحراتي؟ طبعا كنا بننتظره وننام ونصحى طبعا، بخلاف اليومين دول احنا طبعا بنواصل الليل بالنهار بعد نصلي التهجد وبعد كده نقعد نصحى، فما كانش في فترات نوم. استقبال حضرتك لشهر رمضان ايه في الكبر؟ يعني بتجهز له ازاي؟ والله احنا بنقيم الفروض كلها وبنحفظ القرآن، بنقراه المصحف بنختمه طبعا، وبنصلي القيام والتهجد. بس هو حاليا طبعا التهجد ده دايم في العشر كمان الحضارة. طيب يا استاذ هشام، عايزين نعرف يعني طريقه حضرتك لقراءه القران يعني في شهر رمضان بتعملها ازاي كل يوم؟ يعني ما بعرفش اقراه كويس مع صلاه الفجر. يعني بعد الفجر؟ يعني بعد السحور على طول بقعد بقى لغايه الساعه 7 الصبح كده يعني اقرا. عايزين نسال حضرتك عن تناول الاطعمه في شهر رمضان. حضرتك فطرت اول يوم ايه في رمضان؟ اول يوم السنه دي فطرت ايه؟ او المعتاد عليه كل سنه بتفطر ايه في اول يوم رمضان؟ هو كل الناس يعني كل الناس بتفطر فتره، بس ما اختصرش يعني ممكن لحوم تقريبا لحوم. يعني طيب ايه الاطعمه المحببه لقلب الاستاذ هشام؟ حضرتك بتحب نوع ايه بتحب اسماك، لحوم، نشويات، بتحب ايه، حلويات ايه، عصائر؟ لا العصاير ممكن التمر باللبن ده مفضل، الباميه دي بعزها جدا، الملوخيه برضه كده يعني. في نهايه اللقاء طبعا يعني ما كناش عايزين اللقاء ينتهي، ولكن عايزين كلمه من حضرتك للساده المشاهدين، ولكن قبل ما نقول ونخش في الكلمه النهائيه عايزين نعرف حضرتك ميولك الرياضي ايه؟ بتشجع الاهلي ولا الزمالك ولا مالكش في الرياضه خالص؟ لا ماليش في الرياضه خالص. مالكش في الرياضه خالص؟ لا بصراحه يعني. عايزين كلمه اخيره من حضرتك للساده المشاهدين بمناسبه هذه الايام الكريمه، وعايزين حضرتك تبص للكاميرا وتكلم الساده المشاهدين. اتفضل. كل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم كل رمضان بخير باذن الله. طبعا كانت حلقة شيقة مع أستاذ هشام قشطة، وما كناش عايزين اللقاء ينتهي لأنه بصراحة يعني لما قربنا منه لقيناه إنسان جميل وإنسان طيب وإنسان مكافح في حياته. يعني واصل الليل بالنهار واشتغل واتعلم وكافح، وطبعا ده من تأثير تربيته العظيمة من أب وأم كافحوا وراه، وهو طبعا امتداد ليهم، وطبعا أولاده من بعده ربنا يبارك فيه وفي أسرته. وبإذن الله مع شخصية أخرى بإذن الله في المواعيد القادمة. كان معنا الأستاذ هشام قشطة، ومع قادم المواعيد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.